السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني، انا ايمي محمود ودي قناتي. لو عجبتك الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وتنزلي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس واكتبي لي كومنتات حلوة او اي دعوة حلوة. يلا بقى نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتعالوا نشوفوا كده الجمال والحلاوة، الكشري بتاع المحلات واسرار المحلات، وهيطلع احلى بكتير من بتاع المحلات. خلاص انا بطلت اكل كشري من بره من زمان، من ساعه ما انا خلاص عرفت الطريقه الاصليه بتاعته. كل التركات بتاعته بعملها في البيت وسهل جدا، وبجيت كل ما بعمله مش بياخد معايا اي وقت، وكل مره بياخد معايا وقت اقل. بس اهم حاجه نسمع الفيديو لغايه الاخر ونشوف. اول حاجه جبت بصلتين حلوين كده على قد كمية البصل الكشري اللي انت هتعمليها. انا جبت بصلتين اتنين بس، قشرتهم وغسلتهم كويس، وكمان يكونوا متنشفين يعني مفهومش مية ولا اي حاجة. وبس كده انتي شوفي هتعملي كمية البصل قد ايه. يعني انتوا لو بتحبوا البصل عادي هتزودي بصل زي ما انتي عايزة. واهم حاجة لازم طبعا الكشري ما يحلاش غير بالبصل او بالورد اللي في ناس بتقول عليه ورد. تمام. نيجي بقى يا اخواتي لاهم مرحلة في الكشري اللي هو البصل. البصل ده هو اللي بيحلي معانا الكشري، وكل ما بيبقى مجرمش كده ومسكر بيبقى طعمه حلو وبنحبه. شوفوا انت هتعملي كمية قد ايه. اول حاجة هجيب البصلاية كده بعد ما اغسلها اقسمها بالنص واقطعها شرايح صغيرة او رفيعة، بس من الناحية اللي هي من الجنب الصغير مش من الجنب العريض. تمام. بعد كده انا خلاص خلصت كل كمية البصل. اهم حاجة تكون طبعا رفيعة. هجيب حلة واحط فيها البصل، واحط فيها شوية زيت وارفعها على النار. دي الخطوة دي مهمة جدا، هتطلع لك البصل مجرمش جدا جدا من غير اي حاجة هتحطيها عليه، من غير دقيق ولا نشا ولا اي حاجة. بس كده اول ما البصل يطرى احط عليه سنة ملح بسيطة عشان يبقى حاجة كده ومسكر، وهصفيه. هجيب مصفى واحط تحتيها طبق الزيت، طبعا هينزل تحت. وبعد كده البصل هيتصفى كويس من الزيت. تيجي نسمع الصوت. شايفين طلع كام مجرمش قد ايه؟ يلا بقى الزيت ده طبعا ده سر من اسرار الكشري، هنضيفه على كل حاجة هيطلع معانا الكشري مسكر وطعمه حلو نفس النكهة اللي بنجيبه من بره بس احلى بكتير. الزيت ده بقى هحط شوية في الحلة واحمر فيه الشعرية كويس خالص. وانا طبعا كنت منقعة حمص والعدس، نقعتهم عشان كل الغازات اللي في البقوليات. اول ما الشعرية بتتحمر كده هضيف عليها العدس بعد ما اغسله واصفيه من المية، وهقلبه كده تقلبتين تلاتة. العدساية بتنقعيها يمكن نص ساعة ولا حاجة، بس اول ما بتضغط عليها كده بعد النقع بتلاقيها طريت شوية، ولسه هتكمل سواها مع العدس بتبقى خلاص هي استوت. مية عادية من الحنفية ومش سخنة ولا اي حاجة. اللي عليه ممكن تنقعي العدس في مية سخنة. هضيف الرز برضو، هضيف نص كيلو من الرز على ربع كيلو من العدس وربع كيلو من الشعرية. اتحمروا كويس خالص، هقلبهم كده تقليبتين حلوين عشان يبقى مفلفل وحلو ومش معجن معايا. واضيف المية، اهم حاجة ما نزودش كمية المية يا بنات. يبقى بعد الرز كده بعجلة واحدة بس زي ما بنسوي الرز العادي خالص. وهضيف بقى شوية سنة كمون، ربع معلقة صغيرة، شوية بهارات مرقة، وكمان شوية ملح. هنشوف الحاج بتاعك قد ايه. وبس كده بخليه ياخد غلوة والتانية واوطي عليه على طول واسيبه بقى يستوي على عين هادية خالص. نيجي بقى للصلصة. انت لو عايزة تعملي، انا عملت قبل كده معاكم فيديو عملت الدجة لوحديها والصلصة بتاعت الكشري لوحديها.
عايزة تعمليها لوحديها براحتك، بس انا من الفيديو ده حبيت اسهله عليكم شوية، وبتبقى طريقة سهلة وفي نفس الوقت كمان نفس النتيجة. بعمل الدجة والصلصة مع بعض. بجيب معلقة صغيرة من التوم احمرها في سمنة زيت، برضو من زيت الكشري احمرها، وبعد كده اول ما تاخد لون دهبي فاتح بطفيها كده بربع كوباية من الخل، واحط الصلصة عليها. طبعا الصلصة دي اللي سبكناها قبل كده معاكم في فيديو، من كام فيديو كده. وبس بس بحط لها كده شوية مية تفك معايا بس وتطرى. بعد كده بضيف البهارات، وكمان بزودها شوية مية تاني عشان تبقى صلصة خفيفة. الرز هنا خلاص كان بيجيله تكة صغيرة، بس سبته ما طفتش عليه. والحمص هنا كان خلاص استوى، طفيت عليه على طول. وكمان بصوا كان دايب، ممكن كمان تسيبوه يعني تطفوا عليه قبل ما يستوي جامد كده. نيجي بقى للمكرونة. المكرونة بجيب شوية ملح احطهم كده في مية السلق عشان ما تعجنش معايا. وبجيب المكرونة الاسباجيتي، طبعا الكشري بنعملهم نوعين من المكرونة، سباجيتي والمكرونة اللي هي الوسط، بس ما كانش عندي فحطيت من اللي هي اللي زي القوقعة دي، فيها برمة كده شوية. اول ما بتغلي بشوفها لو استوت خلاص. اهم حاجة نسيب الغطايا موروبة عشان المية ما تبهدلناش البوتاجاز. اول ما بتستوي بصفي المية منها على طول عشان ما تعجنش المكرونة معايا خالص. بصفيها كويس في الحوض، وبعد كده برجعها تاني في الحلة بتاعتها. بحط لها شوية زيت، شوية زيت من مية البصل، وبغطيها وبسيبهم فيها. بتبقى المكرونة طعمها حلو خالص وجميلة، كمان مفلفلة. يعني مي البصل، زيت البصل بيدي طعم، وكمان بيخلي المكرونة معاكي مفلفلة كده مش ماسكة في بعض. شايفين الصلصة جميلة ازاي؟ عايزة تعملي الدجة لوحديها براحتك، هتحطي برطمان فيه توم وخل ومية سخنة وشوية بهارات وترجيها كده، وبتبقى الدجة معاكي. مية سخنة من الكتل او الحنفية. بس انا بصراحة معتمدة على الطريقة دي، بتبقى طريقة سهلة وجميلة. شايفين الجمال الحلاوة؟ عايزة اقولك على خطوة مهمة جدا في البصل. او قبل ما الحلو بتاعه اللون الدهبي تطفي عليه وتصفيه على طول من الزيت، لانه هو طول ما هو سخن البصل بياخد درجة حرارة وبياخد لون. طول ما هو سخن هو بياخد لون، يعني بعد ما نصفيه من الزيت بتحسيه لونه غمق شوية. فانت قبل ما ياخد اللون تكوني مجهزة الطبق والمصفى بتاعتك وتصفيهم وتطلعيه قبل ما اللون اللي انت تكوني عايزاه، عشان لسه هياخد لون تاني طول ما هو في المصفى وهو سخن البصل. فبتبقى فيه درجة حرارة بتخليه ياخد لون زيادة. بس كده الحمد لله كان بصل مجرمش جدا، وكمان الصلصة كانت طعمها حلو، والرز ومكرونة مفلفلين. وحطيت كمان ما ننساش طبعا الليمون والشطة في الصلصة. الليمون بنخليه كده على جنب، والشطة لو عايزة تحط تعمليها صلصة الشطة بتجيبي شوية صلصة كده في طبق صغيرين في حلة صغيرة، وتحطي الشطة والزيت والليل تخليهم ياخدوا غلوة كده. يعني انت بتحطي الشطة والزيت بتخليهم ياخدوا غلوة كده، وبعد كده تحطي الصلصة بتبقى كده شطة، بس هي بتبقى حراجة جدا. لو انتي بتحبها كده ممكن تعمليها، وهي طريقتها سهلة. و... وانا عن نفسي بحط الشطة في الكشري في الصلصة. شايفين الكشري شكل الطبق الكشري حلو وجميل ازاي؟ هستناكي تحطي لي اللايك المتين بتاعك بقى يا ست الكل، وتنسيش تكتبي لي كومنتات حلوه وقولي لي رايك ايه في الفيديو. ولسه ما اشتركتيش في القناه، هسيلي تشتركي في القناه. اهم حاجه ان انت تفعلي زر الجرس عشان يجيكي اشعار بالفيديو اللي بنزله. وهو ده كان الفيديو بتاعنا، رب يكون خفيف عليكم. هسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.